صباح الورد، صباح الفل، صباح الطاقة الإيجابية، وكمان صباح التوفير. غدا النهاردة ب50 جنيه بس، أقل من 50 جنيه غدا وعشا. فكرة الفيديو النهاردة اقتصادية جدا وكمان عملي. أنا دعاء ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي. يلا بينا كده على طول أشرب قهوتي الجميلة وتعالي بينا نعمل غدا النهاردة، وكمان هنبتدي نطلع الشتوي من تحت السرير. كل سنة وانتوا طيبين. يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. الفيديو اللي فات كنا جايبين الجبنة القديمة والطحينة. تعالي بقى نفضيها كده. انا عندي العلب الصغننة دي، عارفة بتريحني كتير. عندك بطرمانات ماشي، عندك العلب الصغيرة دي ماشي، زي ما تحبي. كنت جايبة ايه يا دودو؟ كنت جايبة جبنة قديمة ب20 جنيه. هي بنات هوريكي كميتها ما شاء الله جميلة، لان الجبنة القديمة انتي مش بتستخدميها كده، يعني انتي بتضعفيها بالحاجة بتاعتها فمش بتستخدميها كده. انا اجيب معلقة علشان اقلب ايه الكيس ده كده. ننزل بقى كمية الجبنة القمر بتاعتنا، بجد حلوة جدا. يعني عندك جبنة قديمة في البيت، عندك طحينة، عندك جبنة قريش، الحاجات دي كلها والله خير ورزق في البيت. لان برضو الجبنة القريش انتي برضو بتضعفيها، وتقدري كمان تعملي الجبنة القريش جبنة كريمي، تحطي عليها حبة زيت، على جبنة نستون، على مش عارفة شوية حاجات بسيطة قوي قوي قوي، تضربيها في الخلاط على حبة لبن وتعمليها جبنة كريمي حلوة جدا. بصي لازم انزل الجبنة كلها ب20 جنيه، ايه هنرمي منها ولا ايه؟ بصي ما شاء الله، اهي عملت لي علبة حلوة معتبرة. استني بقى امسح اللي حواليها ده. اهي والله عملت لي بصي علبة جميلة زي الفل. ونجيب العلبة القمر التانية ننزل الطحينة فيها. بس الطحينة بقى هقطعها من هنا وانزلها زي ما قلتلك. انا جايبة ب10 جنيه طحينة، مش هنجيب قرط الطحينة يعني، ده هو يا دوبك بناخد معلقة صغيرة على الجبنة، على طماطمايه، على خيارايه، وبتظبط دنيتنا وبيبقى عندنا غدانا. والله ما بيكلفنا حاجه الحمد لله. اهي بصي بقى ما بننزل الحاجات القمر بتاعتي دي. العلب دي حلوه جدا. او بطرمان اللهم صل على النبي اللي هو بتاع الصلصه، اهو ب10 جنيه. حلو ماله، اشتكى فل اهي. هبتدي بقى ان انا اقفل الطحينه عشان لما اجي اعمل الجبنه القديمه، وكمان اقفل الجبنه القديمه بتاعتي. هي بنات وعندنا الجمال كله. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه تاني. البطاطس اللي كنا جايبينها ب20 جنيه بطاطس اهم، بصوا اهم ما شاء الله. طلعها بقى كده. تعالي نشوف هنعمل ايه يا دودو. هنقشر البطاطس عشان نعمل احلى بطاطس مسلوقه في الدنيا كلها. عشان بقى ما توسخيش حواليكي، هاتي بقى ايه الشنطه بتاعتك الجميله وابتدي قشري فيها كده. علشان ايه؟ لو بصي بقى حطيتي في طبق، حطيتي على الرخامه، طب ما انت هتبهدلي الدنيا. لكن لما انا ابتدي اقشر البطاطس بتاعتي كده هنا اهي، ما وسختيش اي حاجه، هتقومي قافله الشنطه بتاعتك ورمياها في الزباله. خلاص على كده. اللي عايزه تمشي بيتها هتمشي بيتها. لو بامكانيات ايه، يعني عارفه لو بامكانيات ايه معاكي زي ما معاكي هتمشي البيت. اكيد عندك عيال، اكيد عندك اطفال عايزه تاكليهم وتشربيهم. لو معاكي حتى 20 جنيه، هروح اجيب ب10 جنيه عيش واجيب ب10 جنيه فول واعمل لهم سندوتشات. انت فاهماني؟ الدنيا مش بتقف، والله عمرها ما بتقف. كل واحد بيمشي على امكانيات بيته، والدنيا مش حلوة على طول ومش وحشة على طول. اهم حاجة تقولي الحمد لله، اهم حاجة ترضي ما تتبطريش، واهم حاجة برضو تطلعي الصدقة. عارفة اما تطلعي الصدقة بتاعتك والله العظيم بتقعدلك، يعني بتقعدلك بامانة بتقعدلك. هقولك يا ستي على فكرة حلوة جدا من البيت، في قنوات كتير نزلتها. يعني هي اصلا انا كنت بعملها الحمد لله وما زلت بعملها، بس ما كنتش قايلاها في الفيديوهات. بس ممكن ان انا اقولك علشان ممكن يكون حد اصلا يعني ايه مش بيجي في دماغه الفكرة دي. الفكرة دي هتعود عليكي حلوة قوي. ايه هي؟ ان انا مثلا لو ميزانيتي يومية
ايا كان، بتاخدي 50، بتاخدي 70، بتاخدي 100، بتاخدي اللي تقدري تشيليه من الفلوس بتاعتك كل يوم شيليه. قدرتي تشيلي جنيه شيليه، قدرتي تشيلي 2، قدرتي تشيلي 5 شيليه، بس المهم ان كل يوم تشيلي اي مبلغ معاكي. تمام؟ النهارده مثلا شلت 2 جنيه، بكره شلت 1، بعد بكره شلت 5، يوم اتوفر عندي شلت 10 جنيه. كل يوم هاجي لاخر الشهر هيبقى معايا ولو يكن حوشت 100، حوشت 150، حوشت 60، حوشت 200، ايا كان حوشتي ايه اخر الشهر. ماشي؟ ايا كان حوشتي ايه هو اللي انت حوشتيه. نيجي في اخر الشهر اشوف الحاجه اللي انا حوشتها دي كام معايا، كام، خليهم في حصاله او خليهم بعيد عن ايدك، اللي انت اكنك داخله بيهم جمعيه، اكنك شايلاهم على جنب مش معاكي. مهما كان معكيش فلوس اوعي تمدي ايدك عليهم. جه اخر الشهر يا ست الكل ولو يكن لقيتي 150 جنيه فيها، خلاص انا اخد ال 150 جنيه، اجيب ورقه وقلم كده واقعد مع نفسي كده، يا ترى اجيب ايه بيهم؟ ممكن اجيب مثلا اعمل بيهم غدوه ايه، بس الغدوه اللي هي تكفي كذا فرد، يعني تكفي كذا فرد. ولو يكن هتجيبي ايه يا دودو؟ هجيب مثلا ولو يكن لو انا معايا 200 جنيه اجيب ب 100 جنيه مفروم، وال100 جنيه التانية اقسمها، اجيب مثلا ايه، بصل، واجيب مكرونه، واجيب طماطم. اعمل مثلا مكرونه، اعمل حله مكرونه حلوه بحله اللهم صل على النبي صلصه حلوه، والمفروم اضعفه بقى بالبصل، اضعفه بجزر، اضعفه بفلفل، ما شاء الله يبقى عندي 3 حلل، واحده مكرونه وواحده صلصه وواحده لحمه مفرومه. اجيب اطباق صغيره، اجيب الحاجات اللي هي الصغيره اللي مش بتاخد كتير قوي بس تكفي فرد، فاهماني؟ وابتدي احط فيها مكرونه بالصلصه عليها حبه لحمه مفرومه، مكرونه بالصلصه عليها حبه لحمه مفرومه، وابتدي انزل اوزعها كل شهر. مش بدقرك ان انا بقولك ان انت بقى بمبلغ كبير، لا. ولو يا ستي حوشتي 60 جنيه، بصي يعني اضعف الايمان، لو شلتي كل يوم 2 جنيه ولقيتي 60 جنيه اخر الشهر، خلاص اجيب ب20 جنيه عيش، وبال40 جنيه اي حاجه، فول، طعميه، جبنه قديمه، بطاطس، اي حاجه، واعمل سندوتشات واوزعها. يعني بصي اقل حاجه، ومش بكميه اللي انت هتوزعي عليهم. انا يمكن اوزع ل10 رضا، اوزع ل5، اوزع ل20، اوزع للي اوزع عليه، المهم ان انا اوزع. دي بقى اسمها تجارة مع الله. يعني ايه تجارة مع الله؟ يعني في ناس مش بتعرف تطلع الصدقة، مثلا ايه، اطلعها ازاي، او اطلعها، او بتوه عليكي الصدقه اللي انت مثلا ايه، تاخدي الفلوس وتصرفيها وتنسي تطلعي الصدقه بتاعتك. فانت لما تطلعيها كده بسم الله ما شاء الله، هتلاقي الفلوس زادت، وهتلاقي اكل بيتك زاد، وهتلاقي عارفه الخير كله عم عليكي منين ما تعرفيش، بس من اللي انت عملتيه، والله من اللي انت عملتيه. كده يا بنات قطعت البطاطس، قشرتها وقطعتها كده، هغسلها كويس قوي وارفعها بقى على النار. هنا غسلت البطاطس اهي زي ما انت شايفه، وابتديت بقى حطيت عليها حبه ميه وهرفعها على النار. بس قبل ما ارفعها على النار هحط فيها كده حبه من المرقه حلوين، بصي بيطعموا لي البطاطس، وهحط عليها كمان حبه صغيره خالص من الكركم علشان يبقى لونها اصفر وجميل، تيجي تاكليها كده تحسي ان يعني بصي انت بتغيري الاكل، حتى لو الاكل بتاعك اقتصادي بس ظبطي فيه اي حاجه، ضيفي عليه حاجه بجد عارفه هتفرق معاكي كتير قوي انت والعيال. تعالي بقى نحط البطاطس على النار. البطاطس بتاعتنا بقى كده على النار، خلاص هبتدي اغطي عليها واخليها تستوي، خليها بقى براحتها تستوي زي ما تستوي. يلا بينا نكمل. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه تاني. بصي انا جبت هي طماطمايه وخيارايه، مش لازم يعني كميه كبيره قوي، زي ما قلت لك احنا بنعمل على قد الايد، فاهماني؟ تقدري تجيبي ب5 جنيه خيار، هاتي يا ستي ربع كيلو خيار، هاتي ربع كيلو طماطم، حسب الفلوس اللي عندك هاتي بيها، مش بالكميه.
زي ما اتفقنا دي بقى اللي هي اسمها ايه، تجارة مع الله، اللي هي مثلا ايه، مشروع من البيت بدون رأس مال. يعني مثلا انت مش محوشة مبلغ كبير عشان تقولي مثلا هفتح بيه رأس مال ازاي، لا، انت بتتاجري مع ربنا، فربنا بيعوضك خير، والله بيعوضك خير. اهم حاجة تبقي واثقة ان ربنا هيعوضك خير. في ناس تفضل تقول ايه، انا مهما اعمل انا مش عارفة بيحصل لي كده ازاي، انا على طول تعبانة، انا على طول نفسيتي، العيال ومش عارفة ايه، وتلاقيها شايلة هم الدنيا كله فوق دماغها. مع ان الحل سهل جدا. استغفري، قولي الحمد لله، قولي قدر الله ما شاء فعل. اي حاجة تحصل لك مهما كانت خير شر، قولي الحمد لله. اول ما بتحمدي ربنا والله العظيم ربنا بيعوضك خير بطريقة. يعني مثلا ايه، لو واحدة مثلا ايه معهاش فلوس خالص وقالت الحمد لله، ما تفضليش تقولي معيش 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 معيش، قولي الحمد لله، تلاقي ربنا رزقك من اي حتة. والله ربنا بيرزق، هو ربنا بينسى حد؟ عمرك قلت يا رب وربنا خذلك؟ او عمرك قلت يا رب ولقيتي شر؟ لا بالعكس، اللي ربنا كله بيجيبه خير، والله العظيم رزق، الحمد لله على كل خير. المهم تفكري في اللي انت عايزه تعمليه. يعني انا مثلا ايه، عايزه اعمل حاجه خير، خلاص ربنا هيكرمني، عايزه اعمل حاجه لله فربنا هيكرمني، ربنا مش هيسيبني. كده بقى قطعت ايه، خيارايه هي واحده شفتيها على طماطمايه. ناخد بقى ايه، حته جبنه كده جميله، بس اخلي بالي بقى عشان الجبنه حادقه، فانا ما كترش في الجبنه عشان ما تطلعش حادقه. هي حته جبنه كده، ولو عوزت عليها هزود. تمام. وهبتدي برضو بس اخد معلقه نظيفه، يعني ما تاخديش بقى المعلقه اللي مطرح الطحينه على مطرح الجبنه وتبقى هيصه، لا انا اخد معلقه نظيفه كده عشان حاجتك كلها تبقى نظيفه. اقلب كده، لو احتجت تاني اللهم صل على النبي جبنه هحط، بس انا الاولاد ما يعني ايه مش بيعوزوا جبنه كتير قوي. اهي حطيت جبنه كمان اهي. هبتدي بقى اقلب خيارايه اللي في بقي دي لو انتي سامعه صوتها وهبتدي بقى عشان انا عندي اصلا حبه زيت صغيرين زي ما قلت لك الفيديو اللي فات، اللي انا هعمل البطاطس بالسمنه. بصي هما حبه صغيره، هاخد بس حبه صغيره كده وهقلب بيهم الجبنه بتاعتي اهي. لا محتاجه لها جبنه ولا محتاجه لها طحينه. والطبق القمر بتاعي، اجيب بقى طبق كده شكله حلو كده عشان ايه العيال يجي لهم نفسي ياكلوه. قلبت هنا بس عشان يبقى واسع، وبسم الله ما شاء الله الطبق بيبقى فيه خير وبركه. بصي والله كبير اهو، مع البطاطس بقى اللي انا هعملها. فدي اول حاجه الجبنه بتاعتي، فهبتدي بقى انزل، هاخد بس اللي مطرحها طحينه احطها هنا، واقفل بقى العلب بتاعتي القمر دي احطها في التلاجة، والجبنه القمر بتاعتي دي برضو احطها في التلاجة على ما البطاطس تخلص ونشوف هنعمل ايه. سامعه بقى بقبقه البطاطس القمر ولا لونها وريحتها من حبه المرقه اللي حطيناهم، ولونها الاصفر بالكركم. هخليها بقى تستوي وتعالي بينا اشوف هقولك هنعمل ايه تاني. البطاطس بتاعتنا على النار. واحده قالت لي قمر بتاخدي ايه يا دودو، عشان قبل كده كنت بقول لها مثلا هاخد العلاج بتاعي او البرشام بتاعي ماشي على ايه او باخد ايه. ده عباره عن اوميجا 3 اهو يا بنات، زي الفيتامين كده او فيتامين، يعني تمشي عليه مش مضر، علشان بقى ايه المخ بتاعك تبقي ذكيه، بلاش الزهايمر يعني المهم ان هو مفيد اصلا من جميع الجهات. تاخدي واحده بس كل يوم. ده بقى اسمه ايزي كارد 75. بما ان انا ضغطي على طول بيعلى على طول، فلما كنت كشفت قبل كده بقالي كتير قوي، فقال لي امشي على ايزي كارد ده على طول، كل يوم باخد واحده بعد الفطار علشان الجلطات، انت فاهمه اللي هو ليه السيوله عشان ما يتجمعش جلطات. فانا باخد ده وباخد ده. كنت باخد قبل اوميجا 3 اركليون 200 برشام اسمه اركليون 200، بس اصلا ناقص بقاله كتير جدا فاستبدلته باوميجا 3. فانا باخد كل يوم واحده كده، وبتبقى ايه زي السكر على قلبي يلا بقى نكمل الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نكمل ما تنسيش الكومنت القمر اللي بنصلي بيه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
النهارده كمان بقى اليوم طويل. هتعملي ايه يا دودو؟ هشيل كده الملاية وهشيل كمان المرتبة علشان اطلع الهدوم الشتوي من تحت السرير. فمش عارفة هعرف اصور ولا مش هعرف اصور، لان الاوضة بتبقى دبكة فوق بعضها وببقى عايزة اخلص على طول. يلا بقى يا ست الكل، طلعي الشتوي، خلي الخريفي، يعني الحاجات اللي هي القط، الحاجات دي شيليها. طبعا الاولاد مش هيلبسوها دلوقتي، فهشوف كده هعرف اصور معاكم ولا مش هعرف. داخله بقى دلوقتي على الاوضه على ما البطاطس تستوي على النار، هشوف كده انا هعمل ايه. ادي البطاطس بتاعتنا خلاص بعد ما اتسلقت. هصفي بس الميه هنا واخلي بس حبه ميه صغيرين، لان بقى ببقى عايزاها يعني ايه خفيفه شويه، انت فاهمه يعني، عشان لو عوزت ازودها. ما بحبهاش البطاطس اللي هي تقيله قوي دي، فانا بحب ان انا بتبقى زايده سيكه كده. فانا اصفي بس الميه وهبتدي بقى اخد البطاطس بتاعتي كده وهي سخنه، عشان انا قلتلك ما عنديش زيت كفايه. فهاخد بقى حته سمنه احطها عليها عشان تسيح فيها وانا بهرسها. اهي حته سمنه صغيره مش كبيره اهي في النص كده. وهبتدي بقى هنزل عليها بايه؟ هنزل عليها بحبه من الفلفل الاسود، وكمان هنزل عليها بحبه من الملح، مش كتير قوي عشان احنا حاطين مرقه. وقلتلك البطاطس بتحب الكمون، نحط لها حبه كمون كده حلوين. يلا بقى يا ست الكل، بالهراسه، بشوكه، اللهم صل على النبي، كوبايه، اي حاجه اهرسي بيها. انا عندي الهراسه، فببتدي ان انا اهرس بيها كده لغايه ما تبقى بوريه او بيوريه، يعني اللي هي تبقى ايه، ما فيهاش قطع بطاطس. لما يجوا مثلا ايه سندوتش او يغمسوا، ما تبقاش قطع البطاطس جامده كده، ما بتبقاش حلوه. ابتدي اهرسها كويس. او بصي بقى السمنه دابت خالص علشان حطيتها وهي سخنه. ممكن بقى لو البطاطس بتاعتك مش سخنه، خلاص انا اسيح السمنه على النار، وبعد ما اهرس البطاطس انزل بالسمنه بتاعتي سخنه على البطاطس. هبتدي بقى اهرسها كويس قوي وارجع لكم تاني. اهو يا بنات البطاطس بتاعتنا اتهرست خالص. بصي ما احتاجتش الميه بتاعتها اهي. استني بقى ادوق طعمها كده، اشوف ايه، عايزه ملح مش عايزه. ما شاء الله مش محتاجه اي حاجه، لا ملح ولا الهوا. نبتدي بقى نحطها في اطباق زي ما قلت لك. مش هتكفي معايا غدا بس، لا هتكفي معايا غدا وعشاء. ما شاء الله بصي البطاطس ما شاء الله، بصوا تبارك الله، مع الجبنه القديمه اللي احنا عاملينها طبق، وفي كمان في العلبه جبنه قديمه وكمان طحينه. اهو بصي بقى البطاطس القمر بتاعتي. احط طبقين حلوين والباقي كمان عندي. بسم الله ما شاء الله. اهي يا بنات، فغدانا النهارده يعتبر ايه 50 جنيه، اقل من 50 جنيه، لان انت عندك الجبنه هتقعد معاكي، عندك بقيه البطاطس الحمد لله ممكن يكفي غدا وعشاء. تعالي بقى نحضر الغدا بتاعنا ونشوف. ادي طبقين البطاطس القمر بتوعنا. طلع بقى الجبنه القديمه من الثلاجه اهي يا بنات. تعالي بقى نشوف نعمل ايه. هجيب بقى العيش بتاعي كده يا بنات. ادي استني بقى ندخل الحاجات بتاعتنا دي من على الرخامه القمر، وادي العيش بتاعي. يبقى كده ادي البطاطس الجميله، وادي الجبنه، وادي العيش. رضا والله رضا. طول ما انت بتقولي الحمد لله، طول ما انت راضيه ببركه ربنا، ربنا عارفه هيزيدك خير، والله هيزيدك خير. فيها ايه بقى؟ ما تعملي كده لقمه بتاعتك القمر، تغمسيها بقى بالبطاطس، تقولي بسم الله وتاكليها. رضا ولا مش رضا؟ قولي الحمد لله، عمرك ما تتبطري عن نعمة أبدا. وده يا بنات كان غدانا النهاردة بأقل من 50 جنيه، غدا على قد الإيد. وكمان بصي عملي للناس اللي بتقولك ايه، طب فين المخلل، طب فين السلطة، طب مش عارفة ايه، دي أصلا لوحدها يعني حادقة شوية، فهتفتح نفسك يا ستي. معاكي تجيبي ربطة جرجير هاتي، معاكي تجيبي كيس مخلل هاتي، بس أنا بديكي على قد الإمكانيات. وادي غدانا النهاردة. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى اللي انا فيه، طبعا تعبت جدا، طلعت هدوم كده من تحت السرير، معرفتش اصور اي حاجه، احط الرينج لايت فين واشيل الحاجه منين. المهم طلعت كده حبه من الهدوم، هبتدي بقى افرزها، حاجه الاولاد لوحدها، حاجتي لوحدها، وهشوف اللي عايز يتغسل هبتدي اديله حتى لو شطفه كده بسيطه.
والنهارده بجد اتهلكت. بس كانت فكرة الفيديو ان انا اعمل لك اكلة اقتصادية، يعني ب50 جنيه او باقل كمان من 50 جنيه. كده يا بنات بقى الفيديو بتاعنا خلاص خلص. بس لو عجبك الفيديو وعجبتك القناة ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. وما تنسيش الكومنت اللي بنصلي بيه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسيبكم في حفظ الله. باي باي يا احلى امارات في الدنيا كلها، مع السلامة.